5 ألعاب نفسية ممكن يعملها معاك الشخص اللي قدامك، وازاي تتصرف مع كل واحدة منهم. أول حاجة، لما يحسسك بالذنب ويعيش دور الضحية. يعني مثلا يقولك ده أنا كنت بعمل كل ده عشانك وانت فهمتني غلط، اديني اهو طلعت نيتي كويسة وعايز مصلحتك، ده انا كمان كنت جايبلك هدية وعاملها لك مفاجأة وانت تعمل كل ده فيا وتفهمني بالشكل ده. وهنا ردك هيكون بس انا ماليش في الهدايا، او انت عارف انت كده كسرت مقاديفه في الحاجة اللي هو كان فاكر ان هو هيجيبك بيها، فانت لغيتها خالص. ولسه كمان هتقوله ايه ده، ثانية، هو انت فعلا عملت كل الرصة اللي انت قلتها لي دي؟ انا بجد اتصدمت، انا في حاجات ما كنتش اعرف ان انت عملتها وانت صدمتني بيها اكتر دلوقتي. لا لا، بجد انا الشخص اللي بيعمل كذا 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 ده بينزل من نظري جدا، ورسله كل الحاجات اللي هو عملها. وبكده انت عرفته ان كل الصعبانيات اللي هو عملها دي هي اصلا انت ما سمعتهاش، وعرفته كمان ان هي صدمتك اكتر. يعني هيندم اساسا ان هو جرب في وقت من الاوقات ان هو يحط عليك الذنب لانك مسكت الكلام عليه. رقم 2، الصمت العقابي وازاي تتصرف معاه. لما يعمل معاك صمت عقابي أو يختفي أو يتجاهلك مرة واحدة كده بعد أي خناقة، فساعتها أول ما يبدأ يعمل الصمت العقابي أو التجاهل، ابعت له مسج يقوله أنا مسافر الفترة اللي جاية فهختفي مدة، عشان بس ما تتخضش لو لقيتني مختفي أو لقيتني ما بردش. كده طبعا انت بوظت الخطة بتاعته وخدتها مكانه وانت اللي اختفيت، فانت كده خدت الموقف كله وبوظت له الخطة بتاعته، وكل ده من غير ما يعرف ان انت فاهم خطته. فبالتالي هيتحرق دمه ان هو معرفش يعمل معاك الخطة، وان هو لسه هيستنى اختفائك لما يخلص عشان يبدأ يعمل معاك اي حركة من الحاجات اللي كان عايز يعملها. رقم 3، عدم الاعتراف بخطأه. تتصرف معاه ازاي؟ لو حد بيقولك لا انا ما غلطتش، لا انا ما عملتش كذا، ساعتها اتعامل معاه على اساس ان الخطأ بتاعه حصل خلاص، مش انك بتتناقش معاه هو حصل ولا ما حصلش. في فرق. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي قلتلك انت عملت كذا كذا كذا، ساعتها هديلك فرصة ان انت تقولي لا انا ما عملتش. لكن لو جيت قلتلك يا فلان الغلطة اللي انت عملتها اللي هي كذا 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 خلتنا ان احنا نعمل النهاردة كذا كذا كذا، يبقى انا كده عرفتك ان الغلطة بتاعتك واقع، الغلطة بتاعتك حصلت، انا مش بتناقش معاك. حتى لو انت طلعت بتتذاكى وقلتلي